انه تعطي على طول من غير مقابل. المهم يعني. مهما كرهتي زوجك اذا دخلت الجنه وهو دخل الجنه بتلحقي. طيب ما هي جد مهرة. إكمالة السؤال. طيب خلينا على النقطة الأولى، بتلحقي بس أنت بتنسي تاريخ الأسود وهو بينسى طولة لسانك. وبتدخلوا الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. بسألك سؤال. ريما. تفضل. لو مثلا زوجك قاسي وفجأة قال لك تعالي اشتريت لك بيت، هذه هدية بيت وأنا آسف على كل ما مضى، ودخلت البيت وإذ هو قصر وحدائق وخدم وحشم وسيارات، تنسي تاريخ الأسود ولا لا؟ تنسي يعني أبوه تاريخ الأسود، تنسي أبوه تاريخ الأسود، صح؟ صدقني بنسى مبدئيا، بس إذا فوتني على هالقصر وما لقيت منه معاملة. لا هو يقول لك معاملة تغيرت، خلاص أنا تحت أمرك. تنسي تاريخ الأسود؟ طبعا. كيف لو تدخلين الجنة معه؟ ولا أحلى من هيك. اقتنعتي؟ إذا يا ريما القاتل يأتي يوم القيامة، المقتول ماسك بيد القاتل، يعني أنا ماسك بيد القاتل أقول يا رب خذ حقي من هذا المجرم، قتلني ولا أعلم لما قتلني. فيقول الله عز وجل انظر لهذا القصر، فيقول المقتول يا رب لأي نبي هذا، لأي شهيد هذا؟ فيقول الله هو لك إن عفوت عن أخيك القاتل، فيقول يا رب عفوت عنه. شوفي وهو قاتله. فأنت شوفي